السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة وداد حمدي. هي أشهر من جسدها شخصية الخادمة في السينما المصرية، إنها الفنانة خفيفة الظل التي على الرغم من طابع المرح والفكاهة الذي كان يغلب عليها وهو ما ساعدها في أداء المونولوج والأدوار المرحة، إلا أن حياتها انتهت نهاية مأساوية بالقتل غدرا من أجل سرقة 250 جنيها فقط. مسيرتها الفنية وأبرز المعلومات عن حياتها في السطور التالية. اسمها بالكامل وداد محمد عيسوي زرارة، ولدت في محافظة كفر الشيخ يوم 3 يوليو عام 1924، ولكنها تربت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لظروف عمل والدها في شركة الغزل والنسيج بالمحلة. تبدلت ظروف الأسرة بعد خروج والدها على المعاش، فاضطرت للانتقال للقاهرة للبحث عن فرصة عمل من أجل المساعدة في النفقات، وعاشت في بيت عمها هناك. وكانت وداد حمدي تعشق الغناء، فالتحقت بمعهد السينما وذلك لمدة عامين، ولم تكن تفكر أن تصبح ممثلة. شاركت وداد حمدي في العديد من العروض المسرحية، وتناقلت بين الفرق المسرحية، وكانت تقدم المونولوج. وكان أول أعمالها عام 1944 وفيلم نور الدين والبحارة الثلاثة، لتشارك بعد ذلك في مسيرة فنية حوالي 299 عمل. بعد أول ظهور لها على الشاشة بدأت تنهال عليها الأعمال الفنية، وبدأت تدب الخلافات بينها وبين عمها بسبب عودتها للمنزل في ساعات متأخرة من الليل بسبب مواعيد عمل ومواعيد التصوير. وتألقت وداد حمدي خاصة في دور الخادمة خفيفة الظل، وقدمت الدور في العديد من الأفلام، ورغم ذلك كانت تقدمه بطريقة مميزة. ومن أشهر الأعمال التي جسدت فيها دور الخادمة مجرم في أجازة، وثورة المدينة، والزوجة العذراء، وحل من نار، وعاشت للحب، وهارب من الأيام، وأشاعة حب، وفيلم الزوجة 13. أما عن زوج وداد حمدي وأولادها، تزوجت وداد حمدي مرة واحدة في حياتها من الفنان محمد الطوخي، ولكن لم تثمر هذه الزوجة عن أي أولاد، وانفصلوا بعد ذلك. وتزوج هو مرة أخرى وأنجب الفنانة إيمان الطوخي، وكانت قد ابتعدت لفترة منذ زواجها، إلا أن الفنانة وردة أعادتها للفن من خلال المشاركة في مسرحية تمر حنة. أحب وداد حمدي بعدها شقيق وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، والذي تعرفت عليه أثناء زيارتها لصديقتها الفنانة هدى سلطان، ولكن العائلة اعترضت على هذه الزيجة بحجة أنها تظهر في الأعمال خدامة لهدى سلطان. يعني أثر الأمر في نفسية وداد حمدي لفترة طويلة، وحتى تأثرت صداقتها بالفنانة هدى سلطان بسبب هذا الأمر. وأشاع زواج وداد حمدي من الموسيقار الكبير محمد الموجي، ولكن ابنته خرجت في عدة لقاءات لتنفي تلك الشائعة. كما أشاع بعد ذلك زواج الفنانة وداد حمدي من الموسيقار الكبير محمد الموجي، ولكن ابنته خرجت في عدة لقاءات لتنفي تلك الإشاعة. كما أشاع زواجها من الفنان صلاح قابيل، ولكن نجل الفنان صلاح قابيل أيضا نفى ذلك، وأكد أن والده لم يتزوج إلا والدته. بدأت وداد حمدي مسيرتها الفنية في الأربعينات من القرن الماضي، وقدمت عددا كبيرا من الأفلام، ومن أشهرهم عنتر وعبلة، وهذا ما جناه أبي، وال5 جنيه، وأول نظرة، وضحايا المدينة، وفيلم أحمر شفايف. كما تألقت في أدوارها بالأفلام أبني يا أبي، والعرسان الثلاثة، والمستقبل المجهول، والشاطر حسن، وطلاق سعاد هانم، والحب لا يموت، وعاشت في الظلام، وفتح مصر، وشاطئ الغرام، والستات كده. وفي نفس الفترة تألقت في أفلام أجازة في جهنم، وفيلم العيش والملح. وفي الخمسينات قدمت أيضا مجموعة من الأفلام المتميزة، ومن أشهرها بنت باريس، والمليونير، من رجالة. وتألقت في أفلام قمر 14، ومعلش يا الزهر، والأفوكادو متيحة، وزوج الأربعة، وأنا والماضي، ومكتب الغرام، وليلة غرام، وحماتي قنبلة ذرية، وبلد المحبوب، والحب في خطر، وفيلم وهيبة ملكة الغجر. ومن أبرز أفلامها لك يوم يا ظالم، وفرق، وحبيب الروح، وليلة حنة، ورد الغرام، وطيش الشباب، وضحية غرامي، وتعالى سلم، وسمعت كما أنها لمعت من خلال أفلام وفاء، وشريك حياتي، وطريق السعادة، ونافذة على الجنة،
وابن الإيجار ومكتوب على الجبين، ونساب الرجال ولمين هواك وقرية العشاق وخطف مراتي و4 بنات وضابط والعمر واحد ويظلمني وفالح ومحتاس، وكتبة إبريل وفتوات الحسنية والآنسة حنفي وقلوب النساء، وآثار في الرمال وفيلم مرت الأيام. وتألقت في الخمسينات في أفلام ليالي الحب وعاشق الروح وفي سبيل الحب ولحن الوفاء وقصة حبي والعروسة الصغيرة ومعجزة السماء وقتلت زوجتي وطريق الأمل ولن أبكي أبدا. وقدمت وداد حمدي أيضا أفلام مجرم في أجازة والطريق المسدود وليلى بنت الشاطئ وعاشت للحب كل دقة في قلبي وحسن ونعيمة ومرتيبة وقلبي يحترق ونساء محرمات. وأشهر أفلامها في الستينات إشاعة حب والنصف الآخر والليالي الطويلة وعنتر بن شداد والعملاق وشقاوة رجالة وهارب من الأيام وأمير العرب وقصة ممنوعة ويوم الحساب. وفي السبعينات تألقت أيضا في نساء الليل وفي الصيف لازم نحب وعلى من نطلق الرصاص وأفواه والأرانب والأزواج الشياطين والشن وشيلك. وفي الثمانينات تألقت أيضا وداد حمدي في أفلام حسن بيه الغلبان وطابونة حمزة والهلفوت وعلى بيه مظهر و40 حرامي ومن فضلك وإحسانك. وآخر أعمال وداد حمدي في التسعينات ومن أشهرها الفرقة 12 والراقصة والحانوتي وتمت أقواله واللي رقصوا على السلم والحقيقة اسمها سالم. توفيت وداد حمدي يوم 26 مارس عام 1994 في جريمة قتل بشعة بعد تلقيها 35 طعنة في مناطق متفرقة من الجسد، الرقبة والبطن والصدر على يد الريجيسير موتا باسيليوس، والذي حكم عليه بالإعدام شنقا بعد أن استمرت القضية في المحكمة 4 سنوات ونفذ عليه بعد ذلك الحكم. وكشفت فنانة سهير رمزي في لقائها أن الريجيسير موتا كان معتادا على الذهاب لمنزلها وكان شخصا طيب للغاية وكان تعطف عليه وتعطيه أموال وتطعمه. ويوم الحادث ذهب إليها ولكنها لم تكن بالمنزل فأخرج السكين على الطباخ، ولكن تصادف وجود أشخاص في المنزل طردوه ليذهب بعدها إلى منزل الفنانة يسرى التي كانت تسكن بالقرب منها، ولكنها لم تكن موجودة هي الأخرى بالمنزل، فتوجه بعدها لمنزل الفنانة وداد حمدي وقتلها وسرق 250 جنيها. من أشهر أعمالها فيلم الزوجة 13 وفيلم إشاعة حب وفيلم هارب من الأيام. وداد حمدي الفنانة التي أهانها المجتمع ورفضت أسرة فريد شوقي خطبتها لأن معظم أدوارها خادمة، دي بتطلع في الأفلام خدامة لهدى سلطان إزاي تتجوزها. كانت تلك الجملة هي المبرر الذي عللت به أسرة الفنان الراحل فريد شوقي رفضهم لخطبة شقيقه أحمد شوقي من الفنانة وداد حمدي. كنا هنعملها مفاجأة واشترينا الدبل وكتبنا عليها أسامينا كمان أحمد شوقي ووداد حمدي، لكن الكلام وصلني وقررت فورا أقطع علاقتي بيه. رميت كل حاجة ورايا وطلعت اسكندرية 4 أيام نسيت فيهم كل حاجة، أنا أصلا ما كنتش بحبه. موقف لم تكن الفنانة المصرية وداد حمدي. 23 يونيو 1924 ل 26 مارس 1994 تتحرج من أين تحكيه خلال لقاءاتها التلفزيونية. بدأ كاشفا لحقيقة غير شائعة عن ارتباط تقدير الفنان بطبيعة الأدوار التي تؤديها ومدى احترام المجتمع لتلك الأدوار، وهذا المجتمع ينظر بإصدرار لوظائف كالخادمة والبواب وعامل النظافة. بدت أدوار وداد حمدي العديدة كخادمة مسارا نظرة دونية أذتها للدرجة التي حددت معها شكل حياتها العاطفية والمادية لسنوات تالية. شعور بالمهانة، يلا اعملي الشوطين بتوعتك وخلصينا بقى، كانت تلك هي الجملة التي تكرهها وداد حمدي بشدة وتتكرر بشدة أيضا من جانب عدد من المؤلفين والمخرجين الذين عملت معهم الفنانة وداد حمدي في الخادمة. المرحلة ذات القلب الأبيض والوجه البشوش لم يكن أكثر المؤلفون يبذلون جهدا في وصف دورها أو حتى مظهرها. تقول الفنانة وداد حمدي كان بيجي في السيناريو ويكتب هنا وداد من غير تفاصيل كتير لأنهم عارفين بقول اللي جوايا وأقدم حاجات كتير أكتر من اللي محتاجها الدور، ده خلاهم يعتمد عليا. بس في منهم كانوا بيقولوا لي يلا اعملي الشوط بتاعك وكنت بحس بمهانة.
يعني ايه اعملي الشوط بتاعك؟ كلمينا عن دور الخادمة. كان هذا هو السؤال المجاني الأقل ابتكارا والأكثر تكرارا لها من جانب الصحفيين والمذيعين الذين قرروا استضافتها بمن فيهم الفنانة صفاء أبو سعود حين استضافتها في حلقة من برنامج لها عبر قناة ART. خصصت الحلقة بالكامل للحديث عن دور الخادمة في حياة وداد حمدي، الأمر الذي دفع وداد حمدي لإعلان استنكارها. يعني أنا عاملة 700 عمل فني ما لزقش في غير دور الخدامة. نظرة دونية رغم التاريخ الطويل لها بدت واضحة في ترتيب المتحدثين خلال لقاء مفاجئ من مذيعة بالتلفزيون المصري لمجموعة من الممثلين داخل استوديو الإذاعة خلال تسجيلهم حلقات مسلسل إذاعي بعنوان معلش، حين بدأت حادثها باهتمام شديد مع الفنان عبد الله فرغلي على اعتبار أنه الأقدم والأكثر أهمية بين الموجودين، متجاهلة القاعدة الأشهر السيدات الأولا، ومتجاهلة أيضا أن عبد الله فرغلي من مواليد 1928 بينما وداد حمدي من مواليد 1924، أي أنها كانت الأكبر بين الموجودين والأكثر تواضعا أيضا. لكن وداد حمدي لم تعبأ ولم يظهر على وجهها تأثر أو حتى ضيق، وربما كان هذا بسبب الاعتياد أو ربما بسبب سعة صدرها الشديدة. هكذا طرحت تحكي، ثم راقبت الحديث بينما تضع يدها على كتف زملائها بحب واهتمام في أجواء بدت حميمية، وكانت الضحكة الأعلى داخل الاستوديو تزغرد وتبدأ الأحاديث وتجامل ولا يتوقف وجهها عن الابتسامة. كانت الأكبر سنا والأكثر تواضعا خادمة صوت المنزلفي. المقابل، لم تكن وداد حمدي تضيق ذراعا بالدور الأكثر تكرارا في تاريخها الفني، ولم يكن الوحيدة لكنه الأكثر التصاقا بالذهن الجمهور. ولم تكن السيدة الباسمة تشعر ببؤس، صح أن بدايتها لم تكن كما خططت لها كمغنية، لكنها كعادة أبناء برج السرطان تركت الرياح تأتي لها بما تشتهي وما لا تشتهي، فعاشت تستمتع بما لديها ولا تبكي طويلا على ما فاتها. مذاق خاص أعطته وداد حمدي لدور الخادمة، فهي ليست منكسرة وليست غبية وليست لعوبا، أيضا خادمة طيبة وصادقة ولطيفة وضاحكة وجميلة في الوقت ذاته. اندماج مع الدور تصفه بقولها: أنا مجرد ما بحط رجل في الاستوديو السعادة اللي في الدنيا كلها تبقى جوايا. بحب الفيلم ككل من صغري ولحد آخر يوم في عمري، بحب ده ومعرفش أفرق بين دور خادمة أو غيره. نجاحي ما كانش متميز، لكن كان اندماج، وما كنتش بحس إن بأي دور كنت بحس إن اللوكيشن هو فعلا البيت اللي بشتغل فيه، والممثلة اللي معايا فعلا صاحبة البيت اللي بحبها وعايزة أخدمها بعناية وبعزها أكتر من جوزها وأبوها واللي جواها وحتى اللي جابوها. ودور لم تعشه في الحقيقة داخل بيتها في لقائها الأخيرة قبل وفاتها بدت متسامحة جدا مع الفكرة، حيث قالت: ما كانش عندي وقت أعمل حاجة وأنا ما عنديش خدامة. أنا اللي بحب أعمل حاجتي، أقف في المطبخ لنفسي وأنظف وأوصل الأوضة بعد لما أخلص وأفرح بنفسي وأتارك جوايا شغلانة الخدمة وأنا مش دريانة. صح اتغيرت نوعية الأدوار اللي بقدمها، فبقيت أفرغ طاقتي في البيت. قدسية خاصة لهذا النوع من الأدوار بالذات جعلتها تنظر بغضب للممثلات التي حاولن تقديمه من بعدها حتى وافاتها المنية وتقول: الأداء اختلف دلوقتي، الخدامة بتلبس باروكة وبتلبس تاير ومكياج على الآخر وتركب رموش. الموازين انقلبت كلها، جميلة وليست لعوب. إنها الفنانة وداد حمدي. غير قليل من عروض الزواج بسبب دور الخادمة كانوا معجبين بيه قوي، بجلباب أبيض وجمال مصري استثنائي. كان دورها في الفيلم المرتبة بمثابة نقطة فاصلة. فالفنانة وداد حمدي لم تكن مجرد خادمة تقضي الطلبات وتلبي الاحتياجات، بل كانت واحدة من أهل البيت تشارك بالرأي وتتضامن، تختار عريسها بإرادتها ولتقبل إملاءات تعاون رتيبة على هموم حياتها الصغيرة، وتساعدها كصديقة وأخت وليست كخادمة في المنزل منعدمة الرأي والكيان. وعلى الرغم من المقاييس الجسدية التي امتلكتها وداد حمدي والتي كانت لا تمكنها من أداء أدوار
أبعد من دور الخادمة، إلا أن وداد حمدي لم تفعل أو ربما لم تحظى بالفرصة، لكن الأكيد أنها لالت استحسان المنتجين بمن فيهم آسيا داغر التي منحتها مبلغ 5 جنيه في اليوم لتحصد 40 جنيها عن دورها في فيلمها الأول هذا ما جناه أبي، وبومبا في الزوجة 13 كانت هي الأخرى جزءا لا يتجزأ من المنزل. لا تستطيع شادية أن تحيا دون وجودها، ولا تكف هي عن تمني الخير لأهل البيت والتوفيق بينهم. كذلك الأمر مع صباح في ثورة المدينة، كلمة السر في البلكونة بين 3 محافظات. وبالرغم من أن الفنان الكبير صلاح قابيل لم تنتشر عنه أي شائعات خلال حياته والشهرة بين زملائه بأخلاقه الراقية وما جعله بعيدا عن مرمى الشائعات، إلا أن الكثيرين تداولوا أنه تزوج من الفنانة وداد حمدي وأنجب منها ابنه الوحيد عمرو، وما كشف حقيقته عمرو صلاح قابيل بنفسه. وقال الابن: على فكرة والدتي مش وداد حمدي زي ما الناس كلها فاكرة، والحمد لله والدي طول حياته لم تصدر عنه أي شائعة أخلاقية، وأكثر شائعات انتشرت عنه بعد وفاته وأهمها شائعة دفنه حيا. أما الشائعة الثانية والتي أحاول نفيها مرارا دون جدوى فهي شائعة زواجه من الفنانة وداد حمدي، وأنا ابنه الوحيد وأؤكد ذلك. وأوضح عمرو صلاح قابيل: وداد حمدي كانت زميلة لوالدي ولم يتزوجها مطلقا، كما أن شقيقها نفى ذلك أكثر من مرة. وأتعجب من مصدر هذه الشائعة على الرغم من أنه لم تجمعهما أعمال ومشاهدة مشتركة كثيرة، كما أن هذه الشائعة لم تظهر في حياة وداد حمدي ولا والدي، ولكن انتشرت بعد وفاته. وعندما جاء أبي وأسرته من منيا القمح إلى القاهرة سكنوا في مصر القديمة، ومنها انتقلوا للسكن في ترى حيث رأى والدتي التي كانت جارته، ونشأت بينهما قصة حب وطلبها للزواج، وتزوج عام 1961 قبل شهرته، ولم يتزوج طوال حياته غيرها، وأنجب منها 4 أبناء هم شقيقات ال3 الأكبر آمال ودنيا وصفاء، وأنا ابنه الأصغر والوحيد. وعملت والدتي مدرسة لفترة ثم تفرغت لبيتها ولتربيتنا، مؤكدا أن والده كان أبا وزوجا مثاليا وبيتوتيا يفضل أن يقضي كل أوقاته بعد عمله في منزله وبين أسرته. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات.